ايه علاقه طفل لسه مولود وعروس عيون فرحها وشخص متوفي بالرقم 7؟ انا عارف ان السؤال غريب عليك، بس وعد مني في نهايه الفيديو هتعرف ليه الرقم 7 بالنسبه للنوبيين اكبر بكتير من مجرد رقم. اصلا يعني ايه نوبه؟ كتير من الباحثين بيرجعوا اصل الاسم لكلمة نوب واللي معناها الذهب، وده لأن المنطقة زمان اشتهرت بمناجم الذهب، بس النوبة عمرها ما كانت مجرد اسم على الخريطة. ولو سألت أي نوبي يعني إيه النوبة، غالبا مش هيقول لك اسم مكان، هيوصف لك إحساسه، لأن دي حضارة ولغة وتراث وحكايات بتتنقل من جيل لجيل. بس استنى، ده مش السبب الوحيد، لأن حكاية اليوم العالمي للنوبة بدأت بطريقة مختلفة تماما. في سنة 2004 الكاتب والباحث النوبي محمد سليمان كان متابع الاحتفالات النوبية واللي بتتعمل في أماكن مختلفة، احتفالات جميلة وناس فرحانة، لكن كل مكان بيحتفل بيوم مختلف. فسأل نفسه سؤال بسيط، لكن إجابته هي اللي خلت 7/7 هو اليوم العالمي للنوبة. والسؤال هو ليه ما يبقاش يوم واحد يجمع النوبيين كلهم؟ الفكرة كانت بسيطة لكن تأثيرها كان كبير، ومن هنا بدأت فكرة اليوم العالمي للنوبة. طيب لو الفكرة بدأت سنة 2004 ليه اختاروا 7/7؟ ليه مش أول السنة أو آخرها أو أي يوم تاني؟ هنا بقى بيبدأ أجمل جزء في الحكاية، وفي رأيي دي المعلومة اللي ناس كتير ما تعرفهاش. في اللغة النوبية الرقم 7 اسمه كولود، ولو فاكر إن دي مجرد ترجمة فالمفاجأة الحقيقية هي إن الموضوع أكبر بكتير من مجرد اسم، واللي محدش بيقوله لك إن الرقم 7 موجود في تفاصيل كتير من العادات النوبية، وتقريبا من هنا بدأ سر اختيار يوم 7 من الشهر السابع. لكن إيه هي العادات دي؟ ده اللي هقوله دلوقتي. لو اتولد طفل في كتير من المجتمعات النوبية هتلاقي إن اليوم السابع ليه مكانة خاصة، ومن العادات المتوارثة إن الأم بتنزل مع طفلها إلى النيل وتغسل وشها 7 مرات من مياه النيل. ولو فاكر ان دي اخر مره هتشوف فيها الرقم 7 يبقى انت غلطان. حتى في الجواز في عادات نوبيه بتقوم فيها العروسه انها تعدي 7 مرات على مبخره فيها 7 انواع من البخور، والاغرب من كده ان الرقم 7 موجود حتى في بعض عادات العزاء، وده لان بتستمر زيارات المقابر 7 ايام بعد الوفاه. تخيل بقى مولود وجواز وعزاء. شفت بقى الرقم 7 موجود في بداية الرحلة ونصها وحتى آخرها. الرقم 7 حاضر في كل مناسبة تقريبا، وده اللي خلى الرقم 7 ياخد مكانة خاصة عند النوبيين من زمان. ومش بس كده، من العادات المتوارثة كمان إن المولود بيتخطى فوقه 7 خطوات وبينزل النيل في اليوم السابع. يعني الموضوع مش مجرد رقم، ده رمز ارتبط عند النوبيين بالخير والعطاء واستمرار الحياة. وعشان كده لما جه وقت اختيار يوم يجمع النوبيين ما كانش فيه رقم أنسب من رقم 7، ولا يوم أنسب من يوم 7 في الشهر السابع. لكن المفاجأة بقى ان الحكاية لسه ما خلصتش، لان لو شفت اي احتفال باليوم العالمي للنوبة هتلاحظ 3 الوان بيتكرروا في كل مكان تقريبا. تفتكر ايه هما؟ انا مستنيك تجاوب، يلا اتفضل. لا الفيديو هيطول كده، خليني اقول لك انا اسرع. بص حواليك في اي احتفال باليوم العالمي للنوبه هتلاقي الازرق والاصفر والاخضر. بس اشمعنى الالوان دي؟ الازرق بيرمز للنيل شريان الحياه، والاصفر بيرمز للذهب والصحراء، انما الاخضر بيرمز للارض الخصبه والزرع. يعني حتى الالوان وراها حكايه، حتى الالوان وراها حكايه. وده يمكن من اكتر الحاجات اللي انا بحبها في النوبه، ان مفيش حاجه تقريبا معموله وخلاص، كل حاجه ليها معنى. ولكن لسه في معلومه اهم، مين اصلا بيحتفل باليوم ده؟ الاجابه مش مكان واحد ولا بلد واحده، النوبيين في مصر والسودان وجاليات نوبيه في اماكن مختلفه حول العالم. كل سنه بيحتفلوا باليوم ده بطريقتهم، في اللي بينظم احتفالات، في اللي بيعمل ندوات، وفي اللي بينشر صور وحكايات عن النوبه، وفي اللي بيعرف الناس باللغه او بالاكل او بالموسيقى او بالعادات. والجميل ان كل سنه ناس اكتر بتتعرف على النوبه لاول مره، وده اجمل مكسب، لان الحفاظ على التراث مش معناه انك تعيش في الماضي، معناه انك تعرف الناس بيه وتخليه يعيش مع الاجيال الجديده. وعشان كده يوم 7/7 مش مجرد تاريخ في التقويم ولا مجرد احتفال، ده يوم بيقول للعالم ان في حضاره وثقافه ولغه وتراث لسه عايشين باهلهم. ولو وصلت لحد هنا فانت مش بس عرفت يعني ايه اليوم العالمي للنوبه، انت بقيت عارف الحكايه كلها. ولو حد سالك بعد كده هو ليه النوبيين اختاروا 7/7، ابعت له الفيديو ده، يمكن يعرف عن النوبه حاجه عمره ما كان يعرفها. يمكن تختلف لهجتنا ويختلف قرانا، لكن لما يجي يوم 7/7 كلنا بنتفق على حاجه واحده، ان النوبه مش مجرد مكان، النوبه هويه وتراث وحكايه لسه مستمره. واخيرا لو عندك عاده نوبيه مرتبطه بالرقم 7 وانا ما قلتهاش اكتبها في الكومنتات. ولو حابب تكتشف النوبه اكتر وتشوف اماكنها وعاداتها واكلاتها وحكاياتها كانك ماشي فيها بنفسك، اعمل فولو، لان قاسم النوبي محتواه هيخليك تحس انك في النوبه معاه. عديلة.